السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا وحبايبنا، وحشتونا جدا. فيلم محمد هاني، الفيلم اللي مش عايز يخلص. فيلم محمد هاني ده من الحاجات الغريبة. طلعت امبارح في ناس رابط اخبار من لجنة الانضباط ان محمد هاني هيتم ايقاف مباراة واحدة. طب بما ان محمد هاني هيتم ايقاف مباراة واحدة، والناس ما لقتش في تسجيلات الحكام وتسجيلات الفار حاجة تدين محمد هاني، ما خدتوش رد فعل مع الحكم. ليه؟ لان الطرد مش مستاهل. مفيش حاجه حصلت. الراجل ادى اشاره الكابتنه، والراجل سبرنت طالع على بره وانا كسبان اربعه وفي اخر دقيقه. طلعت الناس قبل كده وكلام 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 وكلام، ومحمد هاني اتلفظ، ومحمد هاني قال له ما تقدرش تطردني، ومحمد هاني قال، ومحمد هاني عاد. وطلعت تسريبات من لجنه الحكام ان في تسجيلات. يا عم تطلع التسجيلات، يا عم طلع التسجيلات يا عم. ولو محمد هاني قال كده يا عم افرض المباراه اربعه، افرض المباراه خمسه، مفيش تسجيلات، واللاعب ما تعداش لفظيا على الحكم زي التسريبات ما طالعه من لجنه الانضباط، ما توقف الحكم يا عم. اوقف الحكم وحط له حد. انا مش شغال عند الحكم، ولا لعيبه الاهلي شغاله عند الحكم. ومحمد هاني طالع بيتكلم. محمد هاني من اللعيبه الملتزمه، والناس كلها عارفه ان محمد هاني من اللعيبه الملتزمه. بما ان الراجل ما تلفظش وما قالش حاجه، طردته عشان ايه؟ طردته عشان عامل سبرنت وكسبان اربعه وخارج في اخر دقيقه في المباراه؟ تطرده عشان كده؟ ولا زي محمد هاني ما قال ان الحكم قال له لو عملت اي حاجه بعد الانذار الاولاني انا هطردك، وكان بيتلكك له. ده غير الانذار اصلا بتاع اليو دانج اللي في نص ملعب وهو ما كلمش اللاعب. طب هل الكلام ده ليه اي صله بان الحكام بتاخد نسبه من الانذارات؟ الانذارات دي بندفع عليها فلوس لاتحاد الكوره، ولجنه الحكام ليها نسبه. هل الكلام ده ليه تواصل مع بعضه بقى على كده؟ ولا في وصل بين الكلام ده انك بتدي انذارات على الفاضيه والمليانه عشان تاخد عليها فلوس عشان انت اصلا تعلي نسبه الحكام؟ وبعدين تعالى هنا، في ناس طلعت تتكلم ان محمد معروف اصلا كان موقوف من قبل بدايه الدوري عشان محكم مباريات وديه للزمالك وغيره، وكانوا واقفين، ولما بدا الدوري رجعوه لان في نقص في عدد الحكام. ايه كميه اللغط والعك في الكلام ده كله؟ ما تطلع عن محمد هاني غلط عاقبه يا سيدي. محمد هاني ما غلطش، عاقب الحكم، حاسبه. الطرفين يتحاسبوا، منظومه رياضيه حاسب الطرفين. انما اصل محمد هاني قال اصل في تسريبات، لا التسريبات ما طلعتش. اصل محمد هاني طول عمره لاعب ملتزم جدا، بعيد عن المستوى الفني واختلافي معاه على المستوى الفني. محمد هاني لاعب مليون مره قدام كل الناس، لاعب ملتزم ملتزم، ومشاكله وكلامه مع الحكام قليل جدا. فانت تطلع يا محمد هاني غلط فتحاسبه، يا الحكم غلط فتحاسبه. انما اصل محمد هاني واقف في مباراه واحده والتاني ده خلاص ما حدش شايف حاجه، ده اسمه عته واسمه تدليس. ده اسمه عته واسمه تدليس. الحقائق لازم تكون، والعداله اللي كل الناس بتطالب بيها. نيجي بقى الموقف اللعيبه بتاعتنا من الاصابات. 3 اصابات في وقت بصراحه مش حلو بالمره. هنبدا بالاصابات اللي الناس تبدا ترجع منها. الكلام الاكيد ان يوم الاثنين ان شاء الله هيرجع. يوم الاثنين اللي عدى يا ربي رجع امام عاشور للتدريبات، وهيكون جاهز لمباراه بيراميدز. ده بالنسبه لامام عاشور. الكلام بقى ان ياسر ابراهيم عنده شد وهيتغيبوا من اسبوع ل10 ايام، ده كلام اكيد وطالع عن الدكتور احمد جاب الله الرئيس الطبي للجهاز الطبي للنادي الاهلي. فكده ياسر من اسبوع ل10 ايام ان شاء الله غياب. في النهارده كشف طبي لمحمد شكري ومحمد علي بن رمضان، فاكهه الكوره في مصر. محمد علي بن رمضان ده انا بعتبره دلوقتي فاكهه الكوره في مصر. محمد علي بن رمضان اللي بيقول له الكوره واحد اتنين تلاته فبتعمل اللي هو بيقول عليه. هو اللاعب الوحيد اللي تشوفه كواليتي فارق عن لعيبه الدوري. حاليا هيبقى في كشف طبي النهارده عن محمد شكري ومحمد علي بن رمضان عشان خاطر نشوف كميه الاصابه ونسبه الاصابه، ولا هو شد خفيف ولا ان الناس اشتكت من شد. محمد شكري ومحمد علي بن رمضان اشتكوا من شد، والنهارده الجهاز الطبي هيحدد ان شاء الله هل هم متاحين ولا هم هيكون في مده غياب لا قدر الله، ولا الدنيا هيكون فيها ايه. اخر حاجه معانا في الفيديو النهارده ان الدنيا في 100 عقبه على صفيح ساخن. الدنيا في 100 عقبه مولعه نار. طلع ميدو امبارح هاجم دونجا وهاجم الجهاز الفني لنادي الزمالك، وطلع اسامه حسن النهارده هاجم ميدو ابو الشيكات المفتوحه، انت آفة انت. والدنيا في زمالك شد وجذب، وبعد التعادل الاخير مع المقاولين العرب، مع ان سبحان الله نفس الناس دي بعد ماتش الاهلي الاخير ده الاولاني في الدوري طلع قال لك فرقه المليارات وفرقه المصاريف وتعادلت وده مودرن سبورت ومجدي عبد العاطي وما ادراك ما مجدي عبد العاطي، وبعد التدعيمات اللي هم عاملينها محمد هلال وغير محمد هلال.
ده بيجي اتعادلت مع المقاولين العرب، والدنيا طلعت تخبط في بعض بقى. بص مش فاهمين الدنيا فيها، الدنيا في 100 عقبه يعني. الناس كلها بتاكل في بعض، الناس بتهاجم ادوارد، جون ادوارد، وناس بتهاجم ميدو، واسامه حسن طالع بيتكلم، ومش عارف مين طالع، يحيى طالع بيتكلم، والدنيا هناك بيهاجموا بعض بكل طريقه وبكل اسلحه ممكنه. الحاجه الاخيره والتعليق الاخير، يعني انا مش عارف والله العظيم خالد الغندور واسلام صادق حاجه غريبه. الناس طلعت بعد ماتش بعد ماتش الاهلي وقال لك بص الاهلي وبتعادل ومع مودرن واضعف فرق ومش عارف وكلام فاضي. الاهلي فاز على فاركو، الحق الاهلي فاز وفاركو اضعف من الفرق. تشوف لفظ او تعليق من الناس دي بقى تعادل الزمالك الاخير، لا يرى لا يسمع لا يتكلم. ما تفهمش الدنيا معاهم ماشيه في اتجاه واحد، وان سايد جيم، او هم بس بقى لهم يعني اجنده معينه طالعين بيتكلموا فيها. اسلام صادق، خالد الغندور، رضا عبد العال، حاجه والمشكله ان المجلس الاعلى للاعلام بيروح يسلط له زي شوبير يقف له على كلمه. طب ما الناس دي موجوده، ولا هو الكلب ميكاليه؟ الناس اللي بتطلع تعيط وترفص وتدبدب في الارض طول السنه عن العداله، ولا هي العداله على اهواء؟ لا، هي العداله على الاهواء. اخواتنا حبايبنا، دي كانت اهم واخر الاخبار الموجوده معانا. ادعمونا بلايك وشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.